صباح الفل على احلى واجمل مشاهدين مطبخ لايف. يوم جديد وحلقه جديده مع مروه فاروق. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. كمان بقى احنا خلاص ابتدينا في الاجازه، فيلا كده بقى نروق على نفسنا ونعمل اكلات حلوه وسهله وبسيطه وكمان تدفينا في الشتاء ده. يلا بقى نشوف النهارده ايه، وهنعمل مع بعض الفوسفور الجامد. النهارده بقى انا هعمل معاكم حاجه انا بجد بحبها جدا، السمك المرجان. هنعمل سمك مرجان وهنعمل رز صياديه وكمان هنعمل سلطه بطاطس بالخضار. يلا كده بينا بقى ونشوف هنعمل ايه. جايبه لكم بقى سمك خطير جدا. فاول حاجه هنبتديها ان شاء الله هنعمل سمك المرجان. نشوف بقى المقادير بتاعه سمك المرجان معانا علشان نعمله بطريقه حلوه قوي قوي وبسيطه وسهله جدا. اهم حاجه السمك يكون فريش. نشوف بقى سمك مرجان مشوي هنعمل ايه معاه. هنجيب فلفل الوان وفلفل اخضر وتوم وكمون وملح وبهارات وزيت وليمون. البهارات دي بتبقى بهارات سمك، ممكن تستغني عنها بالكمون وبالكزبره، بس هتعلي معانا التيست شويه. يلا كده نشوف هنعمل ايه. جايبه لكم بقى السمك المرجان الخطير الجامد جدا. طبعا في انواع كتيره جدا من سمك المرجان، مش نوع واحد بس. وكمان ان سمك المرجان بحري مش نيلي، في اسماك بحريه وفي اسماك نيليه. المرجان بقى ده هو سمك بحري، وكمان سمى مرجان علشان هو بيحب يعيش ويحب ياكل من الاعشاب المرجانيه اللي بتكون في البحر. بصوا السمك بتاعنا الجميل بقى. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله وهنشوي السمك في البيت زي ما عودتكم. سهل جدا وبسيط ومش محتاج فرن ولا دخان كتير ولا اي حاجه. بصوا بقى انا لما رحت جبت السمك المرجان لقيت كده بقى سمكه طلعت لي في الميزان، سمكه نوعها غالي جدا. ففرحت قوي ان سبحان الله ان ربنا بيبعت كده الرزق والخير في حاجات انت مش مصدقاها، وراح تجيبي حاجه تانية تلاقي سمك السجان اللي اصلا بيكون نادر جدا وجوده، مش بتلاقيه في اي وقت، ولما بيكون موجود بيبقى سعره حاجه تانية غير سمك المرجان بتاعنا سمك الشعب. لقيت بقى سمك السجان ده معاه، قلت والله يلا بقى نروق على نفسنا النهارده بغدوه حلوه جدا جدا. جبت السمك المرجان بتاعنا. طيب سمك المرجان بيكون انواع مش نوع واحد، بيكون في نوع اللي انا جايباه النهارده معايا ده اسمه ايه؟ اسمه ابو اتب. هو اسمه مرجان ابو اتب. تحس كده ان هو مايل، تحس ان هو ظهره معوج شويه مدي على الكوس كده، فهو دوت المرجان ابو اتب. في انواع تانية كتير ان شاء الله هنعملها هنا في البرنامج مع بعض. يلا بقى جبت السمك غسلته كويس ونضفت قلبه، لكن طبعا حافظت على القشور بتاعته علشان احنا هنشوي. حط بقى كده حاجه على النار اللي انت عايزاه بقى، طاسه، جريل، اي حاجه، صاجه هنشوي نستخدمها للسمك بس. نحطها على النار تسخن شويه عقبال ما ايه نشوف هنعمل ايه كده. والتتبيله بتاعتنا، التتبيله بتاعتي بقى انا عاملاها سهله قوي 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 قوي. جبت 2 طماطم بالعدد، وجبت قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر وقرن فلفل الوان نصه، يعني مش كله طبعا عشان بيكون حجمه كبير شويه. وكمان جبت يعني صغير وخدت نصه، مع شويه خضره بتاعتنا اللي هو الكزبره والبقدونس والشبت. ضربتهم كلهم مع شويه توم في الكبه. عايزه بقى تعمليهم في الهون مفيش مشكله، زي ما كنا بنعمل زمان ندق بالهون فتقديم تاه. فنفرمهم كلهم كده مع بعض في الكبه، ونحط معاهم الملح والكمون، ونحط معاهم فلفل ابيض، حط شويه جنزبيل، حط شويه هريسه شطه زي ما انت عايزه. هيبقى بالمنظر انت شايفاه ده وبالشكل ده. هنجيب كده بقى السمك بتاعنا نتبله. تبل بايدينا كده. كمان جبت جزر وبشرته، انت تلعبي في الخلطه زي ما انت عايزه. الجزر بيدي طعم حلو قوي قوي في السمك المشوي. في ناس بتحب تشوي من غير ما تفتح بطنه، في ناس بتحب كده. انا ساعات بيجي لي ناس بتبقى عايزه السمك يكون مقفول بطنه، لكن انا بحس ان لا، هرتاح نفسيا لما انضف بطنه. مع انه في اكله ناس كتيره قوي اكله بتفهم جدا جدا في الاكل بتحب تبقى بطنه مقفوله، بس انا برجح يكون البوري بس هو اللي احنا نعمل معاه العمله دي، اللي احنا ما ننضفش بطنه.
نجيب كده السمك بتاعنا. يبقى هنقول التتبيله دي عباره عن ايه تاني؟ طماطم، فلفل، توم، فلفل الوان، الخضره اللي عندك كلها، شويه ميه عشان خاطر ايه؟ يبقى صوص معانا شويه، تمام؟ مش كتير، يعني تحطي معلقتين ميه، كبه او هون، هيطلع معاكي احلى دقه للسمك المشوي. نعمل بقى كل السمك بتاعنا. السمكه الكنز دي السمكه الكنز، سبحان الله. الصيادين لما بيصطادوا ياما بيطلع من البحر، عندنا مكان كده بيطلعوا منه الصيادين، سبحان الله كل الاشكال وكل الالوان بتلاقوها طالعه في الشبكه. كده خلاص تبلت اهو كله. ممكن نجيب بقى الطبق، جايبين بقى الرده بتاعتنا. في ناس بتحب تشوي في البيت من غير رده، يعني بياخدوه كده على طول على الطاسه او الجريلا او ايا كان، لكن انا بصراحه مشوي رد، يعني لازم يبقى مشوي رده. ولو هعمله كده ممكن يبقى زيت وليمون. هنجيب كده افضيها كويس. ايه رايكم ندي كده بخت كده بسيطه زيت تلمع معانا؟ يلا. ممكن تستغني عن رشه الزيت دي، بس انا بحب ان هو تلمع معانا السمكيه. وكمان بخه كده بسيطه كده، بسيطه قوي قوي، بعد ما يتشوي. طبعا هو المعتاد ان الناس بتعمل المرجان مقلي، ده المعتاد. فانا بحب ان انا نغير شويه نعمله مشوي. والناس بتستصعب جدا نشوي سمك ازاي في البيت، لا سهل قوي قوي ان انت تعمليه في البيت. خد سمكيه كمان كده. احنا مش هنقلبه خالص لحد اما ايه، يمر عليه مثلا 3 4 دقايق، علشان لو قلبنا بدري كل الكفر بتاع السمك هيلزق في الطاسه او هيلزق في الجريلا او ايا كان. فلازم نخلي بالنا من اللي احنا ما نقلبوش كتير. بس انا هنوسع بس لنفسنا وخلاص. نعمل واحده كمان. بس كده. طبعا احنا اللي هنكمل طبعا بالدقه بتاعتنا دي، بس هنزود لها بقى شويه خل مع شويه ميه بسيط مش كتير، علشان نبقى نسقي بيها السمك المشوي بتاعنا لما يستوي. بصراحه يا جماعه انا بحب جدا اعمل السمك المرجان جدا جدا جدا، لسبب بقى اقول لكم عليه. طبعا كلنا عارفين ان الاسماك عندنا هنا في مصر 3 انواع. عندنا اسماك بحريه واسماك نيليه والاسماك اللي هي المستورده اللي بتكون مجمده. آه اي سمك تحسي ان هو سمك بحري بحيث هو متغذي بطريقه صحيه جدا. هو طبعا كل اكله بيكون، مش معظم الاسماك كلها، بس هو هنقول مثلا المرجان بيكون معظم اكله على الاعشاب المرجانيه، عشان كده هو اتسمى بالاسم ده سمك مرجان. هو بياكل الاعشاب المرجانيه وعايش جنب الاعشاب المرجانيه، يعني عارفين مكانه فين. لما حد بينزل بيبقى عارف ان مكان المرجان في الحته الفلانيه، وبيلاقيه طالع كده. واول ما بيلاقي مثلا صيادين او بيلاقي حاجه بيبقى طالع ومنتشر جدا جدا جدا. طبعا الاسماك النيليه احنا عارفينها، هنقول منها البولتي مثلا، معروف جدا ان البولتي سمك نيلي. وكل واحد ليه طعمه سبحان الله، وكل واحد ليه فايدته. بس عايزه اقول لكم بامانه
السمك المرجان من الاسماك الطريه اللي لحمها الطري واللي بيستوي بسرعه، واللي كمان مفيده جدا جدا، وفيها الاوميجا عاليه سبحان الله جدا، وسعرها بسيط. بس كده سيبها بقى كده يتشوي براحته. تعالوا بقى عقبال ما السمك يتشوي نعمل حبه رز حلوين كده مفلفلين ناكله مع السمك. شوف بقى المقادير بتاعه الرز معانا. هنجيب طبعا صينيه، وهنجيب قصدي حله ونعمل فيها الرز. هنقول معانا رز ومعانا صلصه ومعانا توم وبصل وملح وكمون وزيت. يلا نعمل بقى الرز بتاعنا الخطير حلو قوي قوي. طبعا الرز سمك مشوي هيبقى معاه الرز الصياديه. قول كده بسم الله. حبه زيت كده، نجيب بصلايه، هناخد بس نص بصلايه، مش عايزه بصل يعني. هو الرز الصياديه بيكون عاوز بصل كتير، بس احنا هنعمل رز كده مش عايزه لونه يبقى غامق قوي. عملت معاكم المره اللي فاتت كان لونه اللي هو وصلته لدرجه اللي هو يبقى لونه بني، فهنعمل النهارده اللي هو فاتح شويه. ممكن تبشريه، ممكن تقطعيه، ممكن تخرطيه على ايدك، التخريطه اللي انت عايزاها، بس انا عايزاه كبير شويه. احط شويه زيت كمان، ننزل بقى بالبصل بتاعنا كله كده. اوكي، طب ايه رايكم نطلع فاصل سريع ونيجي على طول؟ اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم على طول، ويلا بقى نكمل بقيه الاكلات بتاعتنا اللي مفحفحه كده الاستوديو. شويه سمك بقى يعني عسل كده مشوي مرجان، وكمان الرز اللي بالصياديه هنعمله بطريقه حلوه قوي قوي وسهله. بنحمر اهو البصل معانا وخلاص السمك قرب يتشوي معانا. بس كده قبل ما يتحمر شويه، ايه رايكم نجيب كده طماطميتين ونقطعهم صغنن خالص، صغنن كده خالص، وممكن تستغني عنهم وتحطي معلقه صلصه. تمام. بس انا النهارده بقى هنعمل الرز اللي هو بالطماطم بتاعنا بطريقه كده حلوه، ولا طماطم مضروبه ولا صلصه متصلصه، فهنعمله طماطم كده مقطعينها صغير جدا. على فكره مش هتبان خالص في الطعم، بس ان هي طعم طماطم، بس هتحس طعم مختلف. وخلي الطماطم ما تعمليها تبقى مستويه شويه، ما تجيبيش الطماطم الجامده اللي هي بتاعه السلطه. حط بس الرز معانا غسلينه كويس، نحط بقى الملح بتاعنا، ونحط كمان زي ما انتوا عارفين انا بحب احط في الرز نفس الكلفه بتاعه السمك.
ناخد حبه كده صغننين منها. قطع بقى قبل لما ايه الرز مع البصل كده. قطع شويه الطماطم دول زي ما قلت لك، خلي الطماطم تكون يعني مهريه شويه. احط كده بقى اهو التوم اهو. كنت فين يا توم؟ نحط شويه توم، نحط الكمون، ونحط البهارات بتاعتنا بتاعت السمك. نحط بقى الميه بتاعتنا. تمام كده. شوف بقى السمك بتاعنا. خلي ايدك بالراحه عليه علشان سمك المرجان بيكون لحمه طري جدا وما بياخدش سوا. وتخلي بالك وانتي بتقلبيه الناحيه التانيه. نجيبها كده. نطلع بقى اللي ايه اللي هو خلاص اتشوى، ونشوف ونسيب الباقي لحد ما يخلص الشوي بتاعه. نجيب الطبق بتاعنا كده. والله يا جماعه ريحته تحفه، بجد تحفه. شويه خضره كده. طلع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده. تمام. احلى شويه سمك مشوي في البيت، ولا دخنه جامده ولا مجهود كبير ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. سيب بقى الباقي ايه يتشوي براحته. تعالوا بقى نعمل شويه سلطه بطاطس، بس مش مسلوقه اللي احنا عارفينها، حلوه كده وخطيره. تعالوا نشوف كده المقادير بتاعتنا ايه. طبعا هنجيب بطاطسايه. البطاطس سعرها حلو قوي قوي في السوق. نجيب كده بطاطسايه حلوه ونشوف هنعمل فيها ايه. هنجيب بطاطس مقليه وفلفل وخضره وطماطم وزيت زيتون وملح وكمون، بس كده. بس كده. ايه بقى نعمل ايه بقى في سلطه البطاطس دي؟ انا بقى بحب اعمل اغير كده، يعني البطاطس ما شاء الله كتيره وسعرها حلو، فنغير. مش كل مره نعمل بطاطس مسلوقه، لا نغير بقى. عملت ايه؟ جبت بطاطسايه قطعتها مكعبات، دخلتها الفراير مفيش 3 دقايق. ممكن لو انت مش عايز تقليها او في الزيت، يا اما تحطيها في الفراير او في الفرن عادي. هنجيب كده صينيه وهنحط البطاطس بتاعتنا وشويه زيت ونحطها في الفرن مفيش 10 دقايق، مش اكتر من 10 دقايق. بصوا اهي البطاطس هنحطها. نحط الخضره بتاعتنا. ونحط بقى المكون الخطير اللي بيدي السلطه بتاعتنا طعم مختلف، شغل المطاعم بقى، اللي هو ده شغل المطاعم. التوابل بتاعه السمك. انا بقى محبشاها كمان اكتر من التوابل، من الكلفه العاديه اللي احنا بنعمل بيها السمك.
المقلي مثلا، او الجمبري المقلي، او اي حاجه مقليه. عملت بقى ايه؟ عملت الطماطم وعملت معاها توم وفلفل وخضره وجزر والتوابل بتاعتي الخطيره، هحطهم على السلطه بتاعت النهارده. ونجيب كده خياره ونجيب طماطمايه نشتغل بقى. بسم الله. الله يا جماعه على ريحه السمك، حلوه قوي 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 بجد. عايزين بعد كده يخلوا التصوير كمان مش صوره بس، لا يبقى في كمان وصوت بس، في كمان حاسه الشم معانا. طب ايه رايكم نطلع فاصل سريع سريع ونجيلكم على طول؟ اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم على طول، ويلا بقى نكمل بقيه الوصفات بتاعتنا اللي مخليه ريحه الاستوديو كله في مسبيرو. سمك مشوي ورز صياديه. خلاص خلصنا اهو السمك معانا وطلعناه، يلا بقى نسقيه بالسقيه بتاعتنا. خطير 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 يا جماعه، خطير خطير خطير، عايزاكم تجربوه. بس خليكي يعني حريصه وانت بتعملي المرجان مشوي علشان لحمه طري ما يلزقش معاكي. خلي النار تكون وسط، ولا هاديه قوي ولا عاليه قوي. خلصنا اهو. الله بجد، الله على السمك المشوي. كده احنا خلصنا اول طبق معانا، السمك المرجان المشوي. يلا نبص على الرز بتاعنا كده. خلاص اهو. ثواني وخلاص هيكون جاهز على الغرف. نعمل السلطه بتاعتنا طبق حلو كده. جبنا البطاطس زي ما انا قلت لكم، لا نحطها في الفرن، لا اما في الاير فراير، لا اما تحمريها بقى بالزيت. بس انا ما بحبش والله، يعني على قد ما بقدر بحاول نخلي الدهون والزيوت بتكون قليله. طبق سلطه حلو كده. كل مره بنعمل البطاطس مسلوقه نحط عليها الثوم وشويه البقدونس وخلاص، لا نغير كده بقى، نعمل طبق ايه، طبق كده جديد وجربيه. ممكن تزودي على الطبق السلطه ده شويه صغيرين، مش كتير، توم ومعاه شويه خل، حبه مش هنعملهم يعني على البارد، يعني شويه توم مع شويه مع يعني معلقه خل كده ومعلقه توم صغيره، هيدي برضو طعم في حته تانية. انا بقى ايه قربت الطعم شويه عشان انا حطيت الكلفه بتاعت السمك بتاعتي، حطيتها مع الطبق بتاعي ده. احطها طماطمايه. انا ببقى مبسوطه جدا بجد لما الاقي الناس بتبعت لي وبتقول لي يا مروه احنا نفذنا الوصفات بتاعتك وكانت سهله جدا معانا وكانت بسيطه. انا دايما هنا بحاول ان انا اخلي المشاهدين يعملوا كل حاجه بطريقه سهله وبسيطه وكمان مش مكلف خالص. نقلب بقى كله كده. انا حاطه توابلي كلها في في الحاجه بتاعتي اللي هو التوابل بتاعتي، حاطه في الكلفه بتاعتي، حاطه فيها كل حاجه. بس كده. كده تاني طبق السلطه معانا الخطير الجامد جدا اللي يفتح النفس على الاكل. اخر حاجه بقى نشوف الرز بتاعنا ويلا بينا نغرفه عشان احنا جوعنا جدا. قول بسم الله. والله ريحه الرز حلوه يعني كل حاجه ما شاء الله هنا عندنا
في مطبخ لايف مختلفه، كل حاجه عندها ريحتها جميله وطعمها خطير. لا جربوا يا جماعه الرز اللي بالطماطم ده. بصوا لونه بقى، قلت لكم مش هنحمر البصله قوي، وكمان مش هنكتر البصله عشان البصل هو اللي هيخلي معانا نسبه لون الرز متحكمه فينا. فاحنا اللي بنعمل ايه؟ بنشوف بقى هنتحكم في البصل ازاي. انا عايزه اللون ده النهارده عشان كل مره نعمل مع بعض حاجه مختلفه عن اللي قبلها. كنت كده قدمت لكم كل الطرق بتاعه الرز الصياديه منوعه كلها. كده اهو معانا خلصنا خلاص الوصفات بتاعت النهارده السهله جدا البسيطه خالص. يلا نعيد كده مع بعضينا ونشوف احنا عملنا ايه. حاضر كده حاضر. ايوه كده شايفين؟ بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. جالي سؤال دلوقتي ان في مشاهده معانا عايزه تعمل المرجان زيت وليمون. ينفع طبعا يتعمل زيت وليمون بس مش بحجم السمك اللي انا عامله بيه النهارده المشوي. طبعا المرجان فيه انواع وفي احجام. انا جايبه النهارده النوع اللي قلت لكم عليه في اول الحلقه اللي هو سمك ابو اتب، هو اسمه كده ابو اتب عشان مقوس ظهره. في نوع تاني اسمه مرجان ابو نضاره، هو اسمه كده تحسوا عينه كبيره كده ما شاء الله قوي وبتلمع وواسعه عشان كده سموه ابو نضاره. ده اللي ينفع نعمله زيت وليمون. هنجيب الصينيه بتاعتنا، هنحط السمك بتاعنا، هيكون برضو متنضف قلبه وكمان متنضف بقى القشور بتاعته كلها مش زي المشوي، هننضف قشوره وكمان هننضف بطنه. هنحطه بالصينيه عندنا وهنديله كده تشريحتين 3. هنحط بقى زيت وليمون. تخيلوا بقى هنعمل الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه؟ فلفل، توم، زيت وليمون بس. فلفل، توم، زيت وليمون، شويه خضار، وهنقلب كل ده في قلب بعض. وهنحشي السمك بتاعنا من جوه ومن بره، وكمان هنزود من بره بقى ليمون وهنزود من بره زيت ونحطه في الفرن بتاعنا. مش هياخد معاكم اي سوا. وانا والله كنت مبسوطه جدا جدا مع مشاهدين مطبخ لايف، ويا رب تكون اكلاتي سهله وبسيطه وعجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم.